أكبر داء وأكبر مشكلة كبيرة جدًا عند فئة الbusiness owners والdecision maker في الreal estate. فكرة الhigh expectation أو فكرة التوقعات العالية، فكرة إن أنا عايز أعمل إعلان عشان أقفّل منه عدد ديلات X، ودي أغلب الديلات اللي ما بارضاش أخش فيها لمّا العميل بيبقى مفكّر إن الموضوع قُل لي أنت محتاج من جنيه المليون كام وندفعه على الترابيزة، بس أبيع بدل اليونت 10، 15,000 يونت. فهي فكرة الhigh expectation. فكرة إن أنت تبقى شايف إن الأمر كله إن أنا جِبت ماركتير X وبيتقال عليه وبيتقال عليه، فأنا جِبت الماركتير ده، فبناءً عليه هادّي له الbudget اللي هو طلبها والmanagement fees اللي طلبها، فهو هيحقق ويجيب الجون. دي فكرة غلط جدًا. فكرة إن أنت تحط توقعات كبيرة على الإعلان لوحده والماركتير لوحده، دي فكرة غلط جدًا. هو الموضوع إيه، ما فيش ماركتير بيشتغل لوحده، الماركتير بيشتغل ضمن cycle كبيرة. الcycle الكبيرة دي كلنا كأفراد بنعمل مجهود بشكل معين فيها عشان كلنا نحقق الsuccess مع بعض.